متابعي قناة الأخبار 24، أهلا بكم. حسب صحيفة أس الإسبانية، فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يتحرك بسرعة لمنع إبراهيم دياز من اختيار المنتخب الوطني المغربي بعد علمه بأن دياز وافق مبدئيا على حمل قميص الأسود. وتوجهت نفس الصحيفة بالقول أن إبراهيم دياز سيكون حاضرا بمعسكر المنتخب الإسباني خلال فترة التوقف الدولي شهر مارس الجاري. وأكد ذات المصدر أن مدرب منتخب لاروخا لويس دي لافوينتي بعد تأكده من جاهزية دياز عقب إصابته خلال مباراة فريقه ريال مدريد ضد نادي لايبزيغ، فقد قرر استدعاءه لتربص منتخب إسبانيا، وذلك للاستفادة من خدماته وغلق الأبواب أمام المنتخب المغربي. وتأتي هذه الأنباء بعد تداول خبر مفاده اجتماعا سريا قد انعقد بين دياز ووالده وممثلون عن جامعة الكرة المغربية بمراكش قبل أسابيع، وكانت مخرجاته أن دياز يرغب في المزاولة لفائدة الأسود، لكنه يرفض الإعلان عن ذلك تفاديا لضغط الإسبان. وبالعودة إلى تقارير إعلامية مغربية، فإن دياز لم يسبق له نهائيا الرغبة في حمل قميص منتخب المغرب، وإنما عبر لوسائل إعلامية إسبانيا عن رغبته وسعادته بحمل قميص منتخب إسبانيا. إلى اللقاء.